كان بيصلي ورايا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين ان انا بعمل عمره، فقاعد في المسجد النبوي لسه ما رحناش العمره، فبصلي صلاه عاديه بس كانت صلاه سنه بعد ما خلصنا الفريضه. لقيت واحد بيصلي ورايا كده بيقول حاجات غريبه، بيقول لي بقى عاوزكم بس تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الاول عليه الصلاه والسلام تحت في التعليقات عشان الفيديو يوصل لغيرك، ونحذر الناس من الكلام ده لان الكلام ده منتشر جدا جدا والله العظيم، سواء من رجاله او من ستات، سواء كان في المسجد النبوي او اي مسجد تاني. اخوانا صلوا على النبي يا اخوانا، احنا في مدينه النبي عليه الصلاه والسلام. شايف منظر الفنادق الحلوه دي؟ قبل ما اقول لكم على الموضوع، منظر فنادق جميله ولذيذه. يا رب تزوروا النبي، يا رب يا رب تزوروا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب نرجع بقى لموضوعنا. هم الراجل ده كان بيقول ايه؟ كنت انا بصلي كده لقيت واحد ورايا بيقول ايه؟ اعوذ ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ انت مالك هترجع علينا يعني؟ شغال يا ابني انا بصلي. لا اعوذ وعمال يعيد، يعني ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابدا بسم الله الرحمن الرحيم وصلي، لا هو شغال اعوذ بالله بعدين بصوت عالي وانا بصلي قدامه، لقيت مثلا بصلي جنبه، ربنا يكون في عون اللي كان جنبه. المهم الموضوع ده منتشر. طب ليه بتعمل كده؟ يقول لك انا باكد عليها عشان حاسس ان انا ما قلتهاش. والله بتجيلي رسائل بنفس المنظر ده، يقول لي ده انا بعيد الفاتحه كذا مره عشان بخاف ان انا ما بقولهاش صح. يعني ايه؟ مش فاهم 7 ايات ما انتش عارف انت بتقولهم صح ولا غلط. يعني تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كده، ايه المشكله لما تكمل كده؟ لا عمال بقى شغال، فتلاقي ممكن يضيع الصلاه كلها، يصلي ربع ساعه في ركعتين، ولقيته مثلا بيقرا بعد سوره الفاتحه بايات بقى ويتدبر فيها، فنقول ماشي، او بيطول في السجود وبيدعي ربنا. لا ده هو عمال ياكد على الفاتحه، والتاني يجي سبحان ربي العظيم ويعيد. يا حبيبي مش كده والله، الدين يسر. ليه انت مصعبها على نفسك ليه ومضايق نفسك ليه؟ ايه المشكله لما تقول بكل سلاسه؟ عارفين ده ايه؟ ده اسمه وسواس. والمشكله بقى ان في بعض الناس بتستجيب للكلام ده، يعني هو ممكن اول مره حصلت معاه فالشيطان لقاه صيده سهله، فقعد بقى يقول له ايه؟ لا انت ما قراتهاش، لا انت ما قلتهاش، لا انت ما قلتش اعوذ بالله من الشيطان، لا هي ما طلعتش صح قوي، لا انت قلت بسم الله الرحمن، هي بسم الله الرحمن، عمال يعيد ويزيد فيه. فطبعا الولد او الست او الراجل او الحاج ابا الحاج اللي بيصلي حس ان هو الصلاه بتاعته خربانه. لا صلاتك صحيحه والله يا عم الحاج، والله الدين يسر وجميل جدا. وتقرا سوره الفاتحه بكل سلاسه، بتتقرأ في ثواني معدوده، وتقرا سوره قصيره بعدها في ثواني معدوده، وسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وهكذا، وسبحان ربي الاعلى بكل بساطه. انا ليه قدرني اكد على الحرف واطلعه من جوه من لغاليغ لسان؟ ليه تعمل كده؟ ليه بتشك على نفسك يا اخي؟ انت عارف لما بتعمل كده وتسيب نفسك زي بالظبط اللي عنده وساوس اللي في الوضوء، يقعد يغسل العضو في الوضوء، مش مثلا الوضوء بياخد دقيقتين، لا هو يقعد لك مثلا 10 دقايق يتوضا. ليه يا ابني يا حبيب قلبي؟ ده اسراف في الوقت واسراف في الميه، والصلاه هتروح عليك. حلوه قوي الفنادق الجميله دي، نفسي اصورها لكم والله. انا نفسي اوريكم المنظر عامل ازاي في المدينه. ان شاء الله الفيديوهات نازله كتير، بس حبيت بس ايه ان انا اطلع اقول لكم كده الملحوظه دي، عشان بعض الناس بتشوش على نفسه ويشوش على المصلين، وتلاقي الصلاه بتاعته كلها خربانه وهو يطلع من الصلاه مش مركز. كل ما هنالك بس اللي بياخده منه ان هو عاوز ياكد على الكلمه. يا حبيبي اخشع واقرا وشوف انت بتقرا ايه وبتقول ايه عشان تحس بطعم الصلاه، مش كده. يلا بقى صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. تابعوني كل يوم، او بينزل الفيديو على اليوتيوب لو انت مش تابع على الفيس. ولو انت عارف حد هنا او هنا وصل له الفيديو دوت فادله على الخير كفاعلي، واوعى تنسى تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. حلوه قوي الحاجات الجميله دي يا اخوانا، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام.